السلام عليكم. الأخبار يا جماعة الخير، كيف الأخبار، كيف الأحوال؟ النهارده نتكلم عن موضوع مهم جدًا ألا وهو موضوع العلاقات، وقد إيه إن العلاقات مش مجرد حاجة ثانوية، وده احتياج فعلًا. النفس محتاجة إن هي تكون في اجتماعيات، النفس محتاجة إن هي تحس بالانتماء. لسه كنت باقرأ كتاب أصلًا إنه من أحد أسباب مشاكل نفسية كتير هي بسبب عدم آآ تحسُّن صورة الآخر بالنسبة ليك. هاتكلّم عن موضوع العلاقات من الناحية الدينية ومن الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية. فقبل ما نبدأ ما تنساش إنّك تدعمنا بلايك، ما تنساش إنّك تشترك في القناة، إحنا في رحلة الوصول ل100,000 مشترك. خلّينا نبدأ على طول. أول حاجة من الناحية الدينية، تلاقي في الدين حَث على الاجتماعيات، حَث إن أنت تصلّي في جماعة، بل إن صلاة الجماعة أجرها أكتر من إنّك تصلّي لوحدك. إنّك تزور مريض، إنّك تحسن للجار، إن أنت تصل الأرحام. يعني صلة الأرحام حتى لو في مشاكل بينك وبين حد من صلة أرحامك، لأ، إنك تصل رحمك. تلاقي ده جانب نفسي مهم جدًا. يعني إنك تحس نفسك أصلًا في مجتمع، أو إنك ليك ناس، أو إنك ليك عُزوة. ده واحدة من أهم الحاجات يعني صراحة في الحياة. يعني إنك أنت تبقى وحيد في مجتمع، أو تحس بالوحدة، أو تحس بعدم الألفة في المجتمع معيّن، أو تحس إن أنت منبوذ، أو إن أنت غريب. ده صراحة من أحد عقاب يعتبر عقاب. حتى زمان كان من العقوبات هي النفي، إن ما حدش يكلمك، إنك ما حدش يتواصل معاك. فالاجتماعيات، وإنك تحس إن أنت متآلف أو مقبول في فئة معيّنة، ده من الحاجات المهمة جدًا، جدًا، جدًا. تلاقي حتى بِرّ الوالدين، الزواج جعلنا بينهما مودةً ورحمة. العلاقات دي مهمة جدًا حتى في الجانب الديني من جوانب كتيرة جدًا، جدًا، جدًا. لو دخلنا في الجانب الاجتماعي هنلاقي إنه أنت دلوقتي حتى لو عايز تتجوّز، لازم تتجوّز واحدة من عيلة تكون عيلة محترمة، عيلة مشهود ليها بالأخلاق الحسنة والكلام من ده. فأنت لازم تبقى عارف العائلات، لازم تبقى عارف الناس اللي حواليك، مين فقير، مين غني، مين محتاج. يعني حتى الدين حَث على ده، إن أنت تعرف مين المحتاج ومين الفقير تساعده. فعلى الجانب الاجتماعي من ناحية الشغل، أنت دلوقتي لو عندك علاقات كتير، إنك تلاقي شغل أسرع بالنسبة لك. ده ممكن يكون عارف شخص شغال مش عارف فين في كذا، يوصّلك بواحد تاني. على جانب الخبرات، ممكن تقعد في مجموعة، واحد بكل سهولة ينقل لك مشاكل سنين أو خبرات سنين في كلمتين، في كلمتين. ده يفتح حوار، ده يفتح حوار، ده يفتح حوار. ف على الجانب الاجتماعي مهمة جدًا. طب أنت دلوقتي هتقول أنا باحس إن أنا في الاجتماعيات بالنسبة لي مثقلة، حاسس إن أنا مضغوط، ما باحسش إن أنا مستريح، بابقى خايف إن أنا أتكلم. طبعًا مسألة الخوف، أي خوف عشان تتغلب عليه إنك تتعرّض للحاجة وتواجه. دي من الحاجات اللي بتكسر عندك الخوف، وإنك تبقى في دماغك حاجة مهمة جدًا، إن أنت زي أي حد تاني. فاهمني إزاي؟ يعني ما تقللش من نفسك، ما تحتقرش نفسك. أنت ما حدش مركّز معاك أصلًا. يعني ما في ناس بتقعد تركّز في أمور كتيرة جدًا، إنه ممكن ده بيبُص على طريقة كلامي مش عارف إيه. ما حدش مركّز بالطريقة اللي أنت فاكرها. فواحدة، واحدة ده هيتكسر. في الغالب برضه يعني لسه كنت قارئ معلومة، المعلومة دي بتقول إن المدمن، كنت باقرأ كتاب صراحة، والكتاب ده هنبدأ نختمه مع بعض. إن المدمن بينشأ عنده الإدمان بسبب إن هو علاقته مع نَفْسه وفهمه لنَفْسه ومشاعره وتعامله معاها وتعامله مع الضغوطات صعب، ما بيعرفش يتعامل مع الضغوطات. وفي نَفْس الوقت علاقته بالآخر وبالناس وهم مشوه فيها ضغط، فينشأ مهرب في النُص. المهرب هو إدمان أي شيء، سواء كان إدمان إباحيات، سواء كان إدمان سجاير، سواء كان إدمان أي إدمان أو أي مخرج بيخرّجك من المشاعر السلبية دي، وأنت مش عارف تتحكّم فيها ولا عارف تتعامل معاها. فإصلاح علاقة الآخر بالنسبة لك إيه، ده مهمة جدًا. أنا باختلط مع الناس عادي، ولكن لمّا قرأت المعلومة دي إنك تصلح آآ الآخر بالنسبة لك إيه، إنه ده إنسان زيّه زيي، بيحس وبيشعر وبيخاف وبيقلق وعنده مشاكل وبيفرح، إنسان زيّه زيي. حرفيًا فرق معايا جدًا نفسيًا، فرق معايا جدًا، 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 جدًا على جانب الاجتماعيات، إنك تختلط مع البشر عادي. وطبعًا في اختلاطك مع البشر تتعرّض لأذى. حتى الرسول بيقول من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير مما لم يخالطهم. فبتتعرّض لأذى أكيد، ممكن لسه مش عارف إزاي تتحكم فيه ده.
فبتتعلم ده، بتتعلم ده بالعلم وبالخبرة وبالاختلاط. طب امتى اشد، امتى الين، امتى ارد هنا، واول ما تعرف بيتشال من عندك الضغط خلاص يعني. يعني انت اول ما تعرف هنا المفروض ترد ايه وتعمل ايه، خلاص بيبقى الموضوع اسهل بالنسبه لك. طبعا مع كثره التعامل الموضوع بيخف عليك. ف مهم جدا لو انت مش عارف تتعامل، هتعرف تتعامل بالمخالطه وبالخبره، وبانك تشوف برضو الرسول عمل ايه في موقف زي ده، وان انا المفروض ازاي اعمل ايه في موقف زي ده. مهم جدا السؤال برضو، انك تاخد استشارات، ده شيء مهم جدا. على الجانب النفسي، العلاقات مهمة جدا على الجانب النفسي يعني. وده برضو من فايدة الحديث، من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير مما لم يخالطهم. انت مع نفسك في مساحة فكرية مش مليانة، فممكن يجي لك مشاعر قلق، اي افكار بقى عن مشاعر سلبيه، قلق، غضب، حاجات ممكن تسبب لك وساوس، ممكن تسبب لك اكتئاب لما تقعد لوحدك. بل بالعكس، انت ممكن لما تجي لك ازمه نفسيه وتقعد لوحدك ده تزودها اكتر. اختلاطك مع البشر من الحاجات المهمه جدا، بيديك نوع من الموازنه النفسيه. انت لما تقعد مع نفسك كتير، مش شغلك اي حاجه، هتلاقي ان اصغر الامور بتركز معاها، الامور كلها بتضخمها. ليه؟ النفس مش مهتميه بقضيه كبيره او بحاجه كبيره. و... وفي نفس الوقت العقل مش منشغل، فعضله العقل بتضعف، ويبقى النفس والمشاعر هي القويه، فبتكبر كل حاجه حواليك. اقل حاجه ممكن تعمل عليها مشكله كبيره. فانك يكون عندك اختلاط مع البشر مهم جدا. وده مش معناه ان انا ادعوك انك ما تقعدش مع نفسك، لا، انت نفسك ليها حق انك تقعد معاها لوحدك، ترتب اولوياتك، تشوف ايه اللي المفروض تعمله، تستأنس مع نفسك. واحده من الحاجات المهمه جدا ان انت تحاول تستأنس مع نفسك. وكنت عملت فيديو طويل على الموضوع ده، انك انت ازاي تعرف ان انت تحب نفسك، انك ما تجلدش نفسك الجلد الذات القوي جدا. يعني جلد الذات حرفيا، انا لما كنت قاعد بتكلم مع نفسي وبقول انه ايه الهدف من جلد الذات، في قناعه شخصيه انك لما تجلد نفسك فانت كده معناها تتصرف احسن. وده يعني كلام لما قعدت افكر فيه لقيته انه بالعكس خالص. يعني انت لما بتشوف واحد بيقوم خيل مثلا، هل بتشوفه بيقعد يجلد الخيل، يلا اعملي كذا، يلا اعملي كذا؟ لا، هو بيحاول يسايسها. لازم يبين لها انه القائد في بعض الاحيان، وهو المسيطر، بس مش بالجلد يعني. بالعكس، ده ساعات بيكافئها ان هي عملت حاجه معينه. فحاجة مهمة جدا، الموضوع ده مهم جدا، انه جلد الذات يعني مش من الحاجات الكويسة جدا. اللي هيدفعك انك تحب نفسك، انك تعامل نفسك برحمة، تعامل نفسك بلطف، تعامل نفسك بانها نفس بشرية تحس بيها وتديها احتياجاتها. بل ان انا كنت قارئ قبل كده في احد الكتب انه لو ما ملتش احتياجات النفسية، انت كده النفس تضطرب لو ما اديتهاش احتياجاتها النفسيه. فلازم تشتغل على الموضوع ده، انك تشوف الاحتياجات النفسيه، احساسك بالانتماء، احساسك بان انت مقبول اجتماعيا في فئه معينه. كل ده احاسيس النفس محتاجاها، فجانب العلاقات هو مش جانب رفاهيه، بل بالعكس ده جانب ضروري جدا جدا. بتساعدك ان انت ممكن تتغلب على الحساسيه النفسيه عندك. كثره الاختلاط مهمه جدا. النصيحه دي انا بقولها لكم وبقولها لنفسي. من الحاجات المهمه جدا على الجانب على الجانب الديني. على الجانب الديني اصلا انت يعني حتى لو ان انت في حد غلط، انت مسؤول ان انت تنصحه. انت مش مخلوق انك تقعد لوحدك. يعني احنا كالجسد الواحد، يعني حتى في حديث بيقول ان احنا كالجسد الواحد. انت مخلوق كائن اجتماعي على جميع المستويات. فبس هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. انا قلت الفيديوهات مش شرط تكون طويله. اي فكره هتجيلي مثلا او اي موضوع شفت فيه افاده، فانا ممكن اتكلم عنه حتى لو اخد 5 دقائق بس. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش انك تدعمنا بلايك، ما تنساش انك تشترك في القناه. عايزين نوصل اقرب وقت ل 100,000 مشترك. ما تنساش تاخد كام لفه كده في القناه لما تطلع. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.